هي الفرصة المثالية لتغيير هذه الملامح. هي المباراة التي ستحدد حظوظ بطل إسبانيا إلى حد كبير. هي اللحظة المناسبة لإيجاد إجابة لهذا السؤال: هل استفاق برشلونة من سقوطه في باريس لحساب دوري أبطال أوروبا؟ بعد أسبوع هادئ مكن كل النجوم من الابتعاد عن النقاشات والجدل المتواصل، تتأهب تشكيلة لويس إنريكي لخوض اختبار معقد للغاية على أرضية فيسنتي كالديرون. رسالة المدرب واضحة بخصوص الأجواء داخل الفريق. منذ قدومي والفريق متحد فيما بينه، فهو يكون سعيدا عندما تسير الأمور بخير وأقل سعادة عندما لا تسير على ما يرام. برشلونة الذي سيبحث عن الصدارة ولو مؤقتا تمكن قبل أسابيع قليلة من العودة بانتصار من أرض أتلتيكو على صعيد كأس الملك، كما أن زياراته الستة الأخيرة إلى معقل الكولشونيروس لحساب الدوري تحديدا حملت تعادلا واحدا وخمسة انتصارات، نتائج يعود الفضل فيها بشكل واضح للنجم الأرجنتيني ليو ميسي. كم يحتاج برشلونة في هذه الفترة تحديدا لانتصار مقنع يبعد شكوكا عن طريقه؟ وكم تحتاج جماهيره إلى تجميع الثقة شيئا فشيئا قبل البحث عن تحقيق المعجزة أمام باريس سان جيرمان؟ أشرف بن عياد، بي إن سبورتس، برشلونة. على ملعب قد يزوره البارسا للمرة الأخيرة، سيوظف أتلتيكو مدريد كل طاقاته لتكون هذه المواجهة المدريدية الكتالونية تاريخية لإصرار أبناء سيميوني على إعطاء مدربهم أول انتصار له أمام البارسا في الليغا في يوم يحتفل فيه الأرجنتيني بمئويته الثالثة من المباريات على رأس أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد الذي لم يتجرع الهزيمة في المباريات الثمان الأخيرة منتشيا ب6 انتصارات يريد تأكيد تعافيه في الآونة الأخيرة التي شهدت تحسنا ملموسا لدى لاعبي سيميوني لاستفاقة خط هجومي ارتفعت قلته في الأسابيع الأخيرة إلى 15 هدفا في كل المسابقات، تناوب على تسجيلها غريزمان وتوريس إلى جانب كل من جاميرو وكاراسكو. عندما يملك مدرب ما لاعبين مميزين في الصفوف، فإنهم يعرفون أن أفضل طريقة للعمل هو أن يكون التنافس كبيرا بينهم، وما أجمل أن يكون الأمر كذلك. ولعل أكبر ما ميز الفترة الأخيرة ويسعد له أتلتيكو مدريد هو ذلك التناغم الكبير بين الفرنسيين كيفن جاميرو وأنطوان غريزمان. كيفن جاميرو رفع حصاده من الأهداف إلى 13 هدفا هذا الموسم بعد هدفه الأخير على ملعب بايارينا، وكان وراء 7 مساندات كلها صوب مواطنه غريزمان، ليأتي الرد من الأخير ب17 هدفا و10 مساندات 6 منها كانت لفائدة مهاجم إشبيليا سابقا. التفاهم بيني وبين غريزمان تفاهم طبيعي ويكبر بمرور الأيام، وأقول أن هذا التناغم وقع بسرعة كبيرة، وأملي أن يبقى الأمر هكذا لفترة طويلة. ولأن الهدف الأسمى لسيميوني ولاعبيه ليس سوى خطف النقاط الكاملة، فإنه لا يحتمل أن يجري المدرب الأرجنتيني تعديلا على خطه الهجومي بقيادة جاميرو وغريزمان. حسن سالم، بي إن سبورتس، من داخل مركز تدريبات أتلتيكو مدريد بمخدوندا.